مساء الخير عليكم. معاكم أشرف عبده، مؤلف مسرحي. النهارده هتكلم معاكم عن مسرحية من المسرحيات اللي أنا كتبتها، وهي مسرحية حزام ناسف. المسرحية دي بتصنف من الفانتازيا التاريخية. عدد شخصياتها 24 شخصية، عبارة عن 13 ولد و11 بنت، يعني مناسبة للفرق الكبيرة اللي عايزة تجيب نصوص تساعدها للشغل. من أهم ما يميز المسرحية ديت واللي مخرجين كتير بيدوروا عليه إن أنت يكون معاك مسرحية جوه لوكيشن واحد. يعني حضرتك بتبني الديكور لوكيشن واحد وبتسيبه لحد آخر مسرحية. لوكيشن المسرحية ديت عبارة عن مكتبة كبيرة قديمة فيها شوية كتب قديمة ومجلدات وشوية ورق، بس مكتبة مش منظمة، تمام؟ يعني كأنها مكتبة مهجورة. وجوه المكتبة دي في زي شباك أو زي بلكونة كده، حاجة كده عاملين لو تفتكروا عم شكشك لما كان بيطلع من البلكونة بتاعته، حاجة شبه كده بالظبط. المكتبة دي بقى بيملكها واحدة ست عجوزة بتبان إن هي ست مجنونة ومهيبرة. الست دي اسمها ست وبر. خلي بالكم ان الاسامي مختاره بعنايه جدا وليها علاقه بالشخصيات. طيب، البلكونه او الشباك اللي جوه المكتبه دي ده عباره عن واحد ساكن في شقه، ولكن بلكونته ريحت فدخلت جوه المكتبه. الراجل دوت اسمه عم باشتا، برضه راجل كبير في السن بس راجل عجوز شويه. بيكون في كيمياء كده غريبه بين الست وبر وعم باشتا. الاتنين مش طايقين بعض، والاتنين طول المسرحيه كل ما بيتقابلوا بيكون في بينهم حوار كوميدي، ولكن هما كل واحد بيحاول يستفز التاني. الفكره كلها يا جماعه ان ست وبر ديت عايزه عم باشتا يبيع البيت عشان تخلص منه، وهو عايزها تبيع المكتبة علشان يخلص منها. بنبدأ بقى المشهد الأول كده، الستارة بتتفتح وبيجي واحد حرامي بيقعد يدعبس في المكتبة لحد ما بيلاقي كتاب وياخده ويطلع يجري. بعد كده بتظهر بنت جميلة جدا وعسولة اسمها سوسة. خد بالكوا سوسة دي تعتبر من أهم أبطال المسرحية. فاكرين شخصية الراوي بتاع زمان اللي هو بيطلع بجلابية ودقن طويلة وعصاية؟ لا، أنا هنا بقى لغيته، خليت لك الراوي عبارة عن بنت روشة لابسة لبس كده مدندش وعلى طول بتتحرك وحركتها سريعة. سوسة ديت هي اللي بتربط الاحداث ببعض، وبيكون ليها دور مهم جدا في اخر المسرحيه. ركز معايا. تبدا سوسة تدينا المقدمه وبتعرفنا بالمكان عباره عن ايه وبتربط معانا الاحداث. بعد كده بتخش واحده ست عجوزه معاها طفله. الست ديت اسمها بهجه والطفله اسمها مهجه. الاتنين دول يا جماعه يبقى هم اسره الحرامي اللي دخل من شويه عشان يسرق الكتاب. بهجه تبقى مراته ومهجه تبقى بنته. المهم الجماعه دول اللي هي ست بهجه والبنت مهجه كانوا جايبين الكتاب اللي الراجل الحرامي سرقه. عشان كده انا عايز اقول للمخرج الكتاب في البدايه اللي الحرامي هيسرقه لازم يكون مميز، عشان لما بهجه تخش بيه نعرف ان هو ده الكتاب. الكتاب دوت كان اللص اول ما فتحه دخل في حاله من الدهشه والغيبوبه التامه. المهم الست وبر بتخش وتاخد من بهجه ومهجه الكتاب اللي هو جوزها سرقهم، وقالت لها امشي انتي وما تخافوش انا هحل لكم المشكله دي. طبعا البنت الصغيره بتقعد تعيط وتبكي وكده، فبيطلع عم باشتا بيفتح الشباك كده ويطلع راسه ويقول لهم يا ناس حرام عليكم مش عارفين ننام. باشتا ده زي ما قلت لكم طول المسرحيه مش عارف ينام من كتر الدوشه ولا صداع. حصل بينه وبين وبر خناقه، هي ترازي فيه وهو يرازي فيها، يعني اتنين عواجيز ومخهم ضيق جدا على بعض. وبيدخل هنا في الاحداث 4 شباب، عباره عن شاب و3 بنات. الاربعه دولت باحثين ودورهم مهم جدا، كل وظيفتهم ان هم يدوروا على الكتب النادره ويتكلموا عنها. وسمعوا عن مكتبه الست وبر فجم يعملوا ابحاث عن وبر. طبعا عم باشتا اتعرض للشباب ديت اول ما بداوا يعملوا دربكه وهيصه. الراجل دوت يا جماعه كل ما يسمع صوت عالي بيفتح الباب كده ويطلع يقول حرام عليكم دوشتونا، نفسي انام، هموت وانام. خدوا بالكم هو عنده لازمه طول المسرحيه بيقول حرام عليكم نفسي انام. طبعا اكيد كده انتوا تخيلتوا الكاركتر بتاعه عامل ازاي بالظبط. يعني شخصيه عم باشتا ديت انا استوحيتها من الفنان الجميل لطفي لبيب لما بيطلع كده متعصب او متنرفز مع الفنان عادل امام. المهم يعني راجل كده ملسوع بس ايه كوميدي. والشباب هنا وعدوا عم باشتا ان هم هيشتغلوا في صمت. تطلع بقى البنت سوسة اللي قلت لكم عليها علشان تربط الاحداث وتعرفنا الشباب دي هتعمل ايه بالظبط. بس الغريبه ان الشباب كل ما تفتح الكتاب دوت يسمعوا صوت جاي من بره، واحده بتضحك ضحكه خليعه قويه جدا مع صوت ضرب نار مع صوت رجاله كتير بيقولوا بليز دونت كيل مي. لكن هم حسوا ان الصوت ده جاي من بره فقفلوا الكتاب ويدوروا لقوا الصوت اختفى. فتحوا الكتاب الصوت رجع تاني. فهنا الشباب اتاكدت ان الصوت ده جاي من الكتاب، وعلشان هم متعودين على الكتب النادره فقالوا اكيد احنا معانا كتاب نادر. وهنا قرروا يقروا الكتاب ولقوا الكتاب عباره عن قصه واحده مصريه اسمها الست توحيده. دي كانت من اسكندريه، كانت فاتحه كباريه في وقت الاحتلال البريطاني. كان الكباريه دوت بيستضيف كل الضباط والعساكر علشان يسكروا ويخمروا، يعني كانت بتسترزق من وراهم. بس الست التوحيده دي بقى كان عندها ولد شاب كده اسمه منصور. منصور دوت كان عكس امه تماما. الولد ده كان بتاع مظاهرات وطني، كان دايما يمشي في المظاهرات لحد ما جه في يوم وللاسف صاب الولد منصور رصاصه من مظاهرات الانجليز اللي جالها شهيد، واستدعوها في المشرحه ان هي تيجي تستلم جثه ابنها منصور.
الست وحيدة لما راحت المشرحة وجت تستلم جثة ابنها فبصت كده لقت جسمه كله مخرم بالرصاص بتاع عساكر الإنجليز. هنا رفضت تستلم الجثة ديت وقالت أنا عايزة أعمل حفلة كبيرة لكل عساكر الإنجليز. في الوقت دوت الصحافة المصرية قالت الست ديت ما عندهاش أي انتماء ولا أي وطنية، حتى ابنها بعد ما استشهد مش عايزة تدفنه وعايزة راحت تعمل حفلة كبيرة للضباط والعساكر الإنجليز. فعلا عملت الحفلة الكبيرة ديت وخلتهم كلهم يسكروا على حسابها، ولا واحد دفع ولا مليم. أول ما سكروا راحت الست وحيدة فاجئتهم إن هي سحبت المسدسات بتاعتهم وضربتهم كلهم. ويقال إن وقتها إن هي قتلت أكتر من 20 ضابط وعسكري بريطاني جوه الكباريه. طبعا تمت محاكمتها واتعدمت بتهمة إن هي خاينة وبتهمة إن هي قاتلة. عايز أقول لكم إن الشخصية ديت معاها كمان بيظهر شخصية اسمها بوسطة. بوسطة ده اللي هو صبي رقاصة، برضه بنلعب بيه شوية كوميديا. انتوا عارفين كاركتر صبي الرقاص دوت يعني ممكن نعمل بيه شغل كوميدي حلو. المشكلة إن الصحافة المصرية وقتها كتبت إن ست وحيدة قتلت العساكر والضباط ديت لأن هي دخلت في حالة من حالات الهلاوس والجنان والسكر، لكن هي ما كانتش سكرانة، هي كانت قاصدة تجيب حق ابنها، وشافت إن هي دي الطريقة الوحيدة اللي تجيب حق الشهيد ابنها هو بزمايله. بعد ما عملت كده راحت استلمت جثة ابنها ودفنته بسلام. يعني يقال إن هي ست بطلة وست عظيمة، لكن الصحافة المصرية وقتها صنفوها إن هي واحدة مجرمة، وده اللي خلى روحها تبقى معذبة في الكتاب وعايزة الناس تدافع عنها. عشان كده روحها انطلقت. اللي بيوصل لنا دوت سوسة لما بتطلع وبتحكي لنا الحكاية وبتقول لنا إن كده توحيدة ارتاحت ومهمة الكتاب ده خلصت لحد هنا. يا ترى المسرحية خلصت أو الحدوتة خلصت على كده؟ أكيد لأ. تطلع سوسة تاني وتقول يا جماعة المسرحية ما خلصتش، لأن لسه في أرواح كتير جوه المكتبة معذبة. الأرواح ديت اللي هي المجتمع ظلمهم ولكن هم أبطال، فجي الوقت إن احنا نعرف بطولتهم الحقيقية في المسرحية دي. وبتبدأ المسرحية في المفاجآت الأولى. هنا الشباب بيدوروا في المكتبة فبيلاقوا كتاب، وبيفتحوا كتاب فبيلاقوا صورة عم بشتة، الراجل اللي كان مجننهم طول المسرحية. استغربوا وفهموا إن الراجل ده كمان عبارة عن روح متعلقة في المكتبة. حب الفضول بتاعهم خلاهم يقروا قصة الراجل دوت. عايز أقول معلومة مهمة جدا، إن القصص لما بتتقري هي بتتجسد على الجانب الآخر من المسرح، يعني مش مجرد سرد حد بيحكيها، لا ده الاشخاص بتطلع بتتجسد كلها. وهنا بنكتشف ان عم باشا دوت هو بيجسد شخصيه الحاج مصطفى بشتيلي اللي هو كان من بولاق في مصر وقتها في الحمله الفرنسيه. الراجل دوت كان تاجر عظيم جدا، كان تاجر عظيم جدا، كان بيخلي كل فلوسه علشان يشتري بيها سلاح للمقاومه الشعبيه، كان بيديها للشباب المصري. لكن للاسف جوز اخته اسمه اسماعيل بلغ عنه كليبر، وكليبر لما جه فتش المخازن لقى فعلا الحاج مصطفى بشتيلي شايل السلاح ده. فكليبر حب يعاقبه، قال ان كل اهالي المنطقه هتقعد تضرب في الحاج مصطفى لحد ما يموت او هقتل رجاله المنطقه. طبعا الحاج مصطفى طلب من كل الناس ان هم يقتلوه علشان الرجاله تعيش، ومات مصطفى بشتيلي بسبب خيانه جوز اخته. وبعد كده بتطلع لنا الراوي سوسة وبتكمل الاحداث وبتكشف لنا عن مفاجاه خطيره جدا في المسرحيه، ان الست وبر هي كمان ماتت من 150 سنه، وان روحها هي العالقه في المكتبه. الشباب بيجي لهم فضول قوي جدا يعرفوا مين الست وبر دي. هما بيعرفوا منين؟ انه بيلاقوا كتاب تاني بيفتحوه بيلاقوا صوره الست وبر اللي هي كانت السيده نفيسه. الست ديت في وقت نابليون بونابرت في الحمله الفرنسيه كانت اغنى سيده في مصر، لدرجه ان هي من فلوسها كانت بتدفع الجزيه والضرائب عن الفقراء، وكان اي حد جعان كان بيروح لها البيت بتعمل حاجه كده زي تكيه ياكل هو واسرته ببلاش. يعني كان عندها خير كتير جدا وكانت سانده المصريين. نابليون بونابرت معرفش يكسر عين ناس كتير قوي بسبب الست ديت، فعمل ايه؟ راح فكر ان هو يكسر عينها نفسها وفضل وراها لحد ما سحب كل ما تملك، وبدل ما كانت اغنى ست في مصر خلاها افقر واحده في مصر، وبقت متسوله وقاعده في الشارع وفي الارض ما بتعملش اي حاجه غير ان الناس تعطف عليها، وماتت وهي مذلوله. خلصت المسرحيه كده؟ لا لسه. تطلع سوسة عشان تنهي المسرحيه، ولكن بنكتشف مفاجاه كبيره جدا للجمهور، ان سوسة هي كمان ماتت من 150 سنه، وبتجسد دور بنت اسمها زينب البكري. زينب البكري اللي ابوها راح اداها رشوه لنابليون عشان يشغله، ابوها كان اسمه عم خليل. المهم لما نابليون بونابرت مشي والحمله الفرنسيه مشيت، فجم المصريين عايزين يحاسبوا ويحاكموا كل حد اتعامل مع الحمله الفرنسيه، فمسكوا في زينب البكري ان هي ازاي باعت شرفها ووهبت نفسها لواحد فرنسي. هي قالت لهم انا ابويا اللي وداني غصب عني، ولكن للاسف الراجل طلع ندل وقال لهم لا
البنت خرجت عن طوعي وانا ما قدرتش احكم عليها وهربت وراحت لنابليون بونابرت. يعني الراجل كذب وخلى الناس تضربها لحد ما تموت شهيدة علشان الراجل ينفد بعمره. طبعا روحها فضلت معذبة لحد ما جه الوقت اللي في المسرحية ان احنا نتكلم عنها، وهي زينب خليل البكري، شهيدة الاب الظالم والجشع. كده تكون خلصت المسرحية. بس قبل ما بتخلص بنرجع لمشهد في النهاية بقى، ان بنلاقي عم باشتا بيطلع من البلكونة: يا ناس حرام عليكم كفاية صداع. بتطلع وبر تقول له: انت لازم تمشي من هنا. والحياة بترجع زي ما بدأنا في المشهد الاول. دي كانت مسرحية حزام ناسف اللي بتعرض بعض الاحداث الحقيقية اللي حصلت في الحملة الفرنسية. اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى يا رب الفرق اللي تشتغلها تعرفني بيها عشان نحضر العروض بتاعتكم. مع السلامة يا فنانين.